السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في منوعات محمد الرفاعي، وجزاكم الله عنا كل خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. وصلى عليه يا ربنا في كل وقت وحين. صلوا على الحبيب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين اجمعين. النهارده انا برضو جايبه لكم فيديو عن الصبار. انتوا عارفين فوائد الصبار كتير، وان شاء الله هعمل منه وصفات كتير، فعشان كده انا جبته وزرعته. لو فاكرين من حوالي سنة او شوية انا كنت جايبة حوالي صبارتين صغيرين ما شاء الله. فردوا وعملوا قد ايه حواليها. دي كانت واحدة، الكبيرة دي كانت واحدة، والتانية دي برضك واحدة، وما شاء الله كل واحدة نطرت حواليها قد ايه. اللي عايز الصبار يقول لي وانا ابعت له، والله بجد يعني الحمد لله. حتى نقلت منه ورا وكبر برضك. ما شاء الله. يعني شوفوا بتنطر، هي كانت واحدة صغيرة، انا كنت جايباهم صغيرين خالص، وشوف ما شاء الله نطرة كتير حواليها دي ودي. بس دلوقتي اللي انا عايزة برضك اعرفه، حد يفيدني في زراعة الصبار، ان اشوف الاطراف بتاعت الصبار بقى الاقيها عاملة ازاي. مش عارفة. شوف اطراف الصبار عاملة ازاي، لو حد يعرف يفيدني فيها. اهي عاملة ازاي، بينشف ليه اطراف الصبار. انا الاول القطط كانت بتيجي تكسره، كانت بتيجي تقعد تنام حواليه وتعمله تكسره، بس مش عارفة. حتى الصبارة التانية اهي برضو شوفوا اطراف البتاع عاملة ازاي. فالله المستعان، لو حد يعرف حاجة عن الصبار راخر يعرفني، وجزاكم الله عنا كل خير. واهم حاجة بقى عايزة اعرفها عن الصبار، شوفوا انا لاحظت ان الصبار مطلع اللي هي البتاع دي، ودي اول مرة اشوفها في الصبار. احنا كنا زارعين قبل كده في بيت والده الله يرحمه صبار، بس مش عارفة ما كانش طالع، ما بيطلعش، ولا علشان كتر المية ولا ايه مش عارفة. والتانية برضو طلعت لها نفس الحكاية، نفس مش عارفة ايه ديت. اللي يعرف يعرفني وجزاكم الله كل خير، وازاي يعتني بالصبار. واللي عايز صبار يقول لي والله وانا ابعت له ايا كان، لان ما شاء الله نطرت. حتى شوفوا الجماعة جنبنا زارعين عنب، فاوراق العنب نازلة فيه ازاي، كمان في الملوخية، كمان في حاجة حلوة، في حشرة على الحيطة مش عارفة يا رب تبلكوا، مش عارفة بيقولوا عليها حشرة ايه ديت. مش عارفة. فلا يا رب اللي يعرف حاجة عن الصبار يفيدني، وجزاكم الله كل خير يا رب العالمين. انا بسيب حوالين اوراق الشجر، علشان الحاج قال لي، هو مهندس زراعة، فقال لي سيبي اوراق الشجر حوالين الزرع بتبقى بتعمل زي السناد له. والله المستعان بقى مش عارفة. خدوني وجزاكم الله كل خير. ايه ديت، واعمل ايه في اطراف الصبار اللي بتنشف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.